بصوا فرق الايد من ايدها من ايديا، عشان انا بستخدم الماسك على طول. انا ما كانش البياض بتاعي كده من ساعه ما بدات الماسك، هو بس لمده شهر. والماسك ده مش هتلاقيه اساسا على اليوتيوب كله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهارده بقى قلت اعمل لكم الماسك المعجزه. انا عملته قبل كده على القناه ماشي، بس ده عملته للبشره العاديه. قلت هدولكوا تاني لانه طبعا ما جابش مشاهدات، فاستحرمت بجد ان عايزه الناس تستفاد منه. فهو هيديكي نفس النتيجه بالظبط، لان انا هعمله للبشره الحساسه. انا عملته للبشره العاديه بس عملوا البشره الحساسه، بس بيديكي نفس النتيجه وبياض والله فوري فوري جدا. انا بستخدمه على طول، يعني لو شايفين ايديا بياض، بيدي بياض ناصع كده، وبيديكي يعمل توحد للون. يعني لو في حتت غامقه حتت فاتحه بيديكي اللون موحد. وبيشيل طبعا الجلد الوزه والبشره اللي تحسي ان هي مقشره دي كده ومقشفه، برضو بيخليها طريه كده ورطبه وجميله. بس والله العظيم والله العظيم زي ما بكلمكم كده مش هتبطلوا تعملوا الماسك ده على طول. الماسك ده مرتين في الاسبوع، وتعملوه كل مره لمده نص ساعه مع التدليك طبعا كده. وبعد كده بتسيبيه ينشف على وشك، وبعد كده لما بتيجي مثلا او على الجسم بتفضلي بقى تفركي فيه كده لما ينشف. يلا بينا نبدأ الطريقة. معانا طبعا هنا لبن بودرة، بتجيبيه من اي سوبر ماركت. هناخد معلقة، ومعانا معلقة من الزبادي. انا كنت محتفظة بقى في الفريزر، بطلعها يعني واستخدمها بدل ما اقعد اشتري كل شويه، فبحطها في الفريزر واطلعها استخدمها واحطها تاني. وهنا معانا معلقه من الخل، ومعانا معلقه من السكر، ومعلقه من النشا، ومعانا معلقه من زيت الزيتون. عايزين تكتروا في زيت الزيتون عادي، حطوا شويه صغيرين كمان. حطينا زي معلقه ونص كده. وكمان بقى شويه لبن كده صغيرين، معلقه برضو بيفرق كمان في الماسك. نقدر معلقه من القهوه اهيت. ده كده الماسك ده زي تقشير كده، بيعمل تقشير زي سكراب كده، جميل 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 جدا. السكر مع القهوه، تيجي تقعدي تفركي بايدك كده، بيقشر البشره وبيخليها تبقى بيضه. ماشي، هنا هنقلبه بقى. ايه شايفين هو كريمي ازاي؟ بجد الماسك ده هتدعيلي عليه، والله هتدعيلي عليه. بس اعمليه بس لمدة شهر واحد، مرتين في الاسبوع، جميل جدا. وهستنى منكم بقى دعوة حلوة كده لو الماسك طلع معاكم كويس واستخدمتوه كويس. وعايزة كمان ايه في التعليقات الناس اللي هتستخدمه تبقى تكتب كومنت كده وتقولي بعد ما استخدمته ايه اللي حصل يعني وكده، وفرق معاها ولا لا. هنا بقى هنبدأ بقى ان احنا نجربه. هاتي بقى ايديكي، شايفين بقى هنا الايدين بقى من الشمس بايظه خالص. احنا ولا حاطين فونديشن زي الناس اللي بتقول ولا اي حاجه. بصوا لو قربت هي بشرتها عاديه، بشرتها عاديه اهي. لو مسحنا اي حاجه مفيش، بشرتها. بصوا انا بعمل مفيش فونديشن يعني مغمقين الايدين ولا حاجه. هنحطه بقى على الايد وندلك شويه، وهنسيبها بقى لمده نص ساعه ونغسل الايد. على فكره النتيجه دي ما بتبانش الا تاني يوم. تاني يوم بقى لما البشره تهدى كده بتحسي بالفرق فعلا، وان انتي بيضيتي كده ونورتي ونضاره بقى ونعومه، لان الزيت والزبادي بيعملوا على نعومه البشره. بصوا هتفركوا بايديكوا كده كده كده، تدليك كده، تدليك كده.
هي ممكن النتيجة ما تبانش اول ما نغسل الايد، عشان طبعا الايد بتحمر من كتر الايه ان احنا بنقعد نفرك فيها، فالنتيجة تبانلك تاني يوم. بس ان شاء الله هيكون في فرق كبير لان انا عملته قبل كده. شوفوا الفيديو، هسيبكم في اخر الفيديو للبشره العاديه، جربت برضو على ايديها وشوفوا الفرق ما بين الايدين اول ما عملته. مش بالشكل. بصوا هنا بعد بقى ما سيبناها هنبدا بقى ان احنا نفركها. بصوا لما نبدا نفركها، بصوا تتفرك لما نشفت. بصوا فرق الايد من ايدها من ايديا، عشان انا بستخدم الماسك على طول. انا ما كانش البياض بتاعي كده من ساعه ما بدات الماسك، هو بس لمده شهر، والماسك ده مش هتلاقيه اساسا على اليوتيوب كله. بصوا هنروح بقى نغسل الايد. بصوا شايفين الايدين بقت ناعمه وجميله ازاي، فيها بقى نضاره كده، ولسه مع كترة الاستخدام، مش من اول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، هو زي ما قلت لكم لمدة شهر او شهرين تلاقوا النتيجة بقى. روحتي بياض ناصع كل مرة بتبان فيها النتيجة، كل مرة يعني بتبدأ ان هي تفتح درجة. بصوا شايفين، هاتي كده ايديك التانية، بصوا الايدين، شايفين ايديها هنا دي حاسس ان هي ناشفة كده، بصوا الملمس بتاعها ناشف، اما دي ناعمة جدا. وبكده انتهى الفيديو بقى، وما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله في القناة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.